ايه اللي بيخلي حد يستمتع باهانه غيره؟ الدكتور روبرت ويلدينجر استاذ الطب النفسي في هارفارد ميديكال سكول قال في كتابه ذا جود لايف جود relationships keep us healthier and happier. العلاقات الجيده بتخلينا اكثر صحه وسعاده. يعني اللي مش قادر يعيش ارتباط حقيقي وصادق بيحاول يغطيه بالسيطره على الناس، وده بيخلي التنمر مش مجرد مشكله سلوك، ده مرض نفسي مجتمعي. دراسه من جامعه كاليفورنيا في لوس انجلوس قالت ان المراهقين اللي تعرضوا للتنمر وخلوا عندهم عدم ثقه بالاخرين عندهم احتمال اعلى ب3.5 مرات يعانوا من مشاكل نفسيه كبيره بحلول سن ال17. ودراسه تانية من نفس الجامعه قالت ان الولاد الكول في الاعدادي بيكونوا هم اكتر ناس بيمارسوا التنمر وبيلاقوا انهم برستيج بين زمايلهم. يعني التنمر مش عشان انت قوي، ده عشان انت محتاج تريح ضعفك على حد تاني. يا عم سيبك، ده كله هزار. جرب تبقى انت الموضوع ده كل يوم وشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. احنا دايما بنشوف اللي بيتأذى في قصة التنمر هو الطرف الضعيف، لكن الحقيقة اللي بيأذي غيره هو نفسه انسان مكسور من جواه بيحاول يخبي وجعه في وجع الناس. والموضوع ده حله بسيط، مش بالعنف ولا بالسخرية. الحل اننا نتكلم، نسمع بعض، ونفهم ان الكلمة ليها طاقة. الكلمة ممكن تقتل، لكن الكلمة كمان ممكن تحيي، ممكن تخلي حد يحب نفسه تاني. زي ما الكلمة جرحت ميجن وشريف، ممكن كلمة منك تكون سبب في نجاة غيرهم. قبل ما تكتب كومنت او ترمي كلمة اسأل نفسك، هي دي الكلمة اللي هتبني ولا الكلمة اللي هتدمر؟ لانك عمرك ما هتعرف دماغ اللي قدامك مستعدة تسمع ايه. لو الفيديو ده لمس حاجة فيك اكتب في الكومنت انا ضد التنمر، وخلي الرسالة دي توصل لاي حد محتاج يسمعها النهاردة. اخيرا بيعني عشان تعرف اللي وراك واللي قدامك.